السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي قناة الجزائر الدولية في هذا اللقاء الخاص، هذا اللقاء الأول مع بطلة الجزائر، مع نجمة الجزائر، مع ذهب الجزائر إيمان خليف. إيمان خليف التي فازت أمس، سهرة أمس، بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 في الملاكمة بوزن 66 كيلوغرام ضد الصينية لي. إذا إيمان مرحبا بك، ونحن نحمل الذهب الأولمبي. مبروك عليك إيمان، وشرفتي الجزائر. شكرا لك خويا الكريم، واكيد نستاهلوا ان نحملوا الذهب، ونستاهلوا نطلعوا ويعزف نشيد وطني هنايا قسما في باريس. إيمان، كيف عشت هذه الأجواء، يعني من الفرح ومن الانتصار ومن الفوز بالذهب؟ والله هذا الانتصار ما كانش بالشيء السهل والهين. تقريبا 20 يوم وانا هنايا في اليوم، عندي 20 يوم وانا في القرية الأولمبية. كنت اول رياضية اللي دخلت القرية الأولمبية من بين البعثة الأولمبية، والحمد لله كنت فيها الخير وتوجت بالميدالية الذهبية. طبيعة الحال باش توج ميدالية ذهبية في ألعاب أولمبية ماهيش حاجة سهلة، بعد تعب وعناء طويل، سنوات وسنوات. الحمد لله اليوم التعب والعناء أصبح متوج بميدالية ذهبية. هذه الميدالية حبيت نشاركها بكامل الشعب الجزائري وكامل العالم العربي، خصوصا أني تلقيت حملة شرسة اللي كانت ضدي. الحمد لله وكان الرد عن طريق ميدالية ذهبية. إيمان، شفنا جمهور أمس غفير جدا، حضر إلى غاية اللحظات الأخيرة وسماع النشيد الوطني، حيث اختلطت المشاعر بين الدموع والفرحة. والله البارح ما نقدرش نوصف لك حجم الفخر، فخر كبير وكبير بزاف، خصوصا أنه كامل الشعب اللي كان في القاعة كان يغني في قسما ونشيد الوطني، يعزف يدوي في تلك القاعة، كانت ممتلئة على الآخر. والله شعور لا يوصف. والله الحمد لله أنا جد فخورة بنفسي وفخورة أني سمعت النشيد الوطني، كان حلمي والحمد لله الحلم تحقق. وماذا عن التحية؟ تحية أكيد، تحية أنا معودتكم بالتحية العسكرية، تحية شكر وعرفان وتقدير وامتياز للشعب الجزائري اللي ساندني في كامل مسابقاتي، للدولة الجزائرية كذلك اللي تثيق فيا ثقة عمياء وتساندني في جميع منافساتي. الحمد لله هذا ما إلا توفيق من عند الله عز وجل. رسالة رئيس الجمهورية أمس كانت رائعة جدا، في تغريدة على تويتر، فكيف قرأت إيمان هذه الرسالة ذات النسق اللغوي الرائع الجميل؟ والله التغريدة شفتها بعد ما انهيت من مرحلة الفحص الدوباج وجيت للغرفة، شفت ولكن المكالمة اللي كانت بشعور خاص. كان رئيس الجمهورية يتحدث معي بكلمات حب وفخر واعتزاز. والله حسيت بواحد الفخر ما شاء الله. رئيس الجمهورية البارح حدثني وجبد لي حتى القرية اللي نسكن فيها، وكما على بالكم هو كان والي في ولاية تيارت، يعرف ولاية تيارت دشرة بدشرة. الحمد لله رئيس الجمهورية هو المناصر رقم واحد ليا منذ البداية صراحة، منذ سنة 2022. بالك عديد من الناس يشوفوني نهضر على رئيس الجمهورية، والله العظيم لا رئيس الجمهورية. الحمد لله اللي عندنا رئيس الجمهورية كما عبد المجيد تبون لي أنا نشهد أنه ساندني ودعمني وزادني إلا عزيمة وإصرار، والحمد لله اليوم حققت الميدالية الذهبية. ونوجه كلمة اللي ما أمنش بالجزائر الجديدة راهو في سبات عميق. يا ناس أمنوا بالجزائر الجديدة، أنا راني أقول لكم فيها لأنه عشت وراكم عارفين حجم الضغط اللي تلقيته عبر كامل العالم. لذا نقول لكم أنه الجزائر الجديدة يا ناس رانا فيها. الجزائر الجديدة هما نحن الشباب، الجزائر الجديدة احنا أولادها اللي نرفعوها. و1 2 3 فيفا الجيري، تحية الجزائر. إيمان، ستلتقين برئيس الجمهورية في الأيام القادمة، فماذا تخبئ ربما إيمان للسيد الرئيس؟
تلقيت مع رئيس الجمهورية سنة 2022، بعدها ما زلت تلقيت معاه. خرجت تقريبا مرة بعد في الألعاب البحر الأبيض المتوسط، كان عندنا استقبال خاص ما استقبلتوش باسكو كنت كوفيد 19. وبعدين حب يستقبلني وانا ما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، التحضيرات تاعي. الحمد لله، ان شاء الله نتلقاه على خير ونتلقاه بصحة جيدة، وان شاء الله نتلقى كذلك الشعب الجزائري اللي راه ينتظر فينا وينتظر في العودة تاعنا. ان شاء الله نوصلوا بالسلامة، ونشوف ان شاء الله نهدوا لهم هذه الميدالية ونمدوها لهم ويتصوروا بها ان شاء الله. أسألك ربما سؤال قبل الأخير. إيمان، تلقيت رسائل دعم كبيرة، من بينها رسالة كيليان نمور اللي كانت أرسلت لك رسالة على المباشر، ورسالة دعم هي وسجاتي وغيرهم من الرياضيين. والله جمال سجاتي نعتبره أخ قريب جدا ليا. جمال سجاتي هو من ولايتي ومشي بعيد عليا بزاف، تقريبا 20 كيلومتر بين القرية ومدينة سوقر. جمال سجاتي نتمنى له كل التوفيق اليوم، إن شاء الله تكون كذلك ميدالية ذهبية عن طريق جمال سجاتي اللي نختموها بالذهب إن شاء الله. وكذلك كيليان نمور مشكورة على هذه المبادرة، هي بنت صغيرة كذلك متوجة بالميدالية الذهبية، نشكرها ونقول لها شكرا لك أختي كيليا. كذلك بلا ما ننسى أنه عديد من الرياضيين الأولمبيين، عديد من النجوم الرياضة الأولمبية اللي بعثوا لي رسائل عبر منصة انستغرام، لنشكرهم ونوجه لهم تحية كامل رياضيين عبر العالم. هذا الشيء والله يشرفني، بالك الشعبية تاعي زادت عن طريق هذا الحملة. هذا إلا ما توفيق من عند الله، الحمد لله ربي دارها سبة وبين الحق، والحمد لله. أنا راني فخورة بنفسي، فخورة كوني جزائرية، فخورة كوني عربية، فخورة كوني مسلمة، والحمد لله. إيمان، السؤال الأخير، فيه الكثير من الناس أنا التقيتهم أمس بعد المنازلة يبكون فرحا بفوز إيمان ولانتصار إيمان في هذه القضية التي حبكت ضدها. والله دموعهم ليست سهلة. أكيد دموعهم ليست سهلة. باش تجي المرأة الجزائرية للقاعة وتساند مرأة جزائرية فوق الحلبة وتقول احنا عندنا شرفنا، أكيد شرف المرأة الجزائرية فوق كل شيء. والله هذه القضية قضية كل نساء الجزائر. نقول لكم يا كامل الجزائريات والجزائريين أننا بينا للعالم كلمة الجزائر في شرفها، كلمة الجزائر في كرامتها. هذا الشيء اللي بعثناه، رسالة اللي بعثناها كامل العالم اليوم، غيرت نظرة العالم نحو الجزائر. الحمد لله القضية أصبحت قضية رأي عام. إن شاء الله هذا الشيء اللي يبين للأجيال الجاية، إن شاء الله الأجيال الجاية تكون عندها عزيمة وإرادة أقوى من هذا الجيل إن شاء الله. رسالة أخيرة، كلمة أخيرة لأهلي وسكان قريتك والجزائر قاطبة. كامل سكان قريتي، راني شفت الفيديو تاعكم وانتم تشاهدوا المنازلات التاوعي. كامل سكان القرية نشكركم ويعطيكم الصحة. هما الناس كامل، الناس قلالين، الناس بسطاء. يعطيكم الصحة، ربي يرزقكم على حساب نيتكم، وإن شاء الله نتلقاكم في أحسن الأحوال. شكرا لكم. إن شاء الله. شكرا إيمان. إذا مشاهدينا الكرام، نأتي هنا إلى نهاية هذا اللقاء الخاص مع بطلة الجزائر، صاحبة الذهب وصاحبة الذهبية في الملاكمة وزن 66 هنا في باريس 2024. نلتقي بكم في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.